الخطوه الجايه انا بس عايز افرجها لكم من فوق الاول. انا ممكن اقعد اتفرج عليها اليوم كله. العجلة دي تقريباً بتلف طول اليوم، بتقف قدام كل خطوة بس في مراحل حقن الفوم. حركتها ممكن تظبط عليها الساعة. هنا بتحصل اهم خطوه من خطوات تصنيع الكرسي، جسم الكرسي اللي بيتركب على الهيكل. اول مرحله رش الفوم علشان الفوم ما تلزقش في الاسطمبه. بعد كده مرحله تركيب الاكسسوارات كاكسسوارات زي اللباده زي اللي حضرتك شايفاها ورانا لا دي. سوري معلش، رش الفوم، رش حاجه قبل ما تحط الفوم يعني عشان رش عشان مانع الالتصاق. زي ما والدتي مثلا بتحط في السمنه او حاجه علشان الكيكه ما تلزقش. أيوة. او بتاع. أيوة. دي مرحله الحقن. يلا باي باي. بعد ما بيحقنها طبعا الصينيه بتلف بتايم. قرب بقى. يلا. دي الاماكن عشان يحفظ بيها مكان الهيدريست. اوكي. يبقى المواسير عشان ما تتقفلش عليها. يبقى المواسير سالكه عشان أيوة. ما يركب مكانها الانتشار وبعد كده يركب الهيدريست. بعد جسم الكرسي ما بيطلع من القالب بيتختم باسم العميل وتاريخ إنتاجه، وبعد كده بيدخل على مرحلة القص والصنفرة علشان يشيلوا كل الزيادات. وآخر مرحلة للفوم هو إنه يرجع ياخد هواء علشان بيبقى مضغوط من القوالب، لحد ما بنوصل للجزء اللي بنشوفه من الكرسي، الكسوة الخارجية. بس في الخطوة دي بقى لا بديل عن العامل البشري. ما هو مش كل حاجة يقدر عليها الروبوت، في فريق كامل بيشرف على الكسوة. كده يكون الكرسي اكتمل وجاهز للعربيه. المواسير عملت لنا الهيكل، والفوم اتصب في العجله واتصنفر واتظبط، وبعدين الكسوه اتخيطت. فاضل بس ان كل العناصر دي تتجمع. هنا المكان اللي بنجمع فيه كل اللي احنا شفناه علشان في الاخر نوصل لشكل الكرسي في النهايه. الله ينور. غير إن الكرسي بيتجمع، كمان بيتضاف إمكانيات زي المساج والدفايات والجهاز اللي بيحركه بزراير. ده حتى الكرسي بيتكوي وبيتظبط قبل ما يدخل على مرحلة الاختبارات النهائية. كل الكراسي دي هتطلع من هنا شكل واحد بنفس الجودة ونفس المعايير والمقاسات. كلهم هيطلعوا على بلاد مختلفة في كل حتة في العالم، من هنا من مصنع موبيكا من مصر. مصنع موبيكا بينتج اجود انواع كراسي العربيات والاشهر الماركات العالميه، بس شركه موبيكا بدات بدايه تانية خالص. شركة موبيكا معروفة عالمياً بأنها بتنتج أجود أنواع الأساسات المكتبية، من مكاتب لكراسي لقاعات اجتماعات على أعلى مستوى. نجاحهم في الأساسات هو اللي خلاهم يتوسعوا ويدخلوا مجالات تانية زي كراسي العربيات، والنهاردة بقوا بيصدروا منتجاتهم المختلفة لأكتر من 40 مصنع حول العالم. من مصانع موبيكا لمواني الشحن للعالم كله، من مصر في الكونتينر. من المينا هنا المصريين بيصدروا كراسي العربيات المستورده. ماركات عالميه كتير بتعتمد بشكل رئيسي على الكرسي المصري في صناعه عربياتها.